بزاف ديال المرات كنلقاو راسنا في مواقف اللي كنحتاجو فيها الرد باش نجاوبو او نسكتو اي واحد باغي يهيننا، لكن لسبب ما كنلقاو راسنا ساكتين او كنردو بواحد الرد اللي ما مناسبش. هادشي اللي كيخلينا نبانو ضعاف وناقصين بزاف، وفاش كدوز مده ديال الوقت عاد كيطيحوا علينا الافكار. وايلي كون غير قلت هادي كون زمطو ماشي هذه هي الطريقه الصحيحه، والمشكله كون غير كتفكر في هاد الافكار مره اخرى منين كطيح في نفس الموقف. فاش كتحتاجهم مرة أخرى كيغبروا عاود. هادشي علاش في هاد الفيديو غادي نعلمكم كيفاش توليو محترفين في فن الرد. أول حاجة خاصنا نعرفوها هي باللي الدماغ ديال الإنسان مكون من جوج عقولة: ايموشنال براين الدماغ العاطفي، ولوجيكال براين الدماغ المنطقي. فاش كتعرض للإهانة فالدماغ العاطفي هو اللي كينقز وكيجاوب، والدماغ المنطقي كيبقى جالس وكيتفرج. هادشي علاش فاش كتكون مناقش مع شي واحد كتبدا تقول شي حوايج لا علاقة، حيت الدماغ العاطفي هو اللي خدام. فكون الدماغ المنطقي هو اللي كان خدام ما غاديش ترد بديك الطريقة اللي كتندم عليها من بعد. اذا الحل باش نوليو نعرفوا الفن الرد هو نخدموا العقل المنطقي ديالنا. هذا هو الحل. انا دابا عارفك باللي كتسائل كيفاش غادي نخدموا هذا العقل المنطقي ونخليو العقل العاطفي يجلس ويتفرج. اول حاجه باش غادي نخليه يخدم غادي نخدموه بالهدوء الكالم، حيت فاش كتناقش مع شي حد وكتبغي ترد عليه فاول عقل كيخدم هو الايموشنال برين، العقل العاطفي. هكاك خلقوا الله ديما زربان. والعقل المنطقي كيبقى واحد 6 أو 7 ثواني عاد كيخدم. يعني ضروري الا كنتي باغي دير شي رد تسنى واحد شويه وديك الساعه تفكر ورد، وما يقولش لك راسك انك تقول الافكار الاولى اللي كتجيك في عقلك، حيت دوك الافكار كيجيو غير من الايموشنال برين وغير كيضحك عليك باش تخرج. وما تنساش اللي زربوا ماتوا. هادشي كاملو واللي غادي يخلينا ندوزو لاول خطوه باش نتقنوا فن الرد. اول حاجه السكات. فاش كتعرض لشي هجوم ما تزربش وتردد دغيا، حاول تبقى ساكت لواحد المده، حاول تاخذ لك واحد البوز اللي ما تفوتش ديك 30 ثانيه. منها غادي تنتقل من التفكير بالعقل العاطفي العقل المنطقي. هادي واحد. فالسكات والكالم بحد ذاته رد احترافي. هادي الثانيه. فانا ملي كتسكت كتوصل للشخص الاخر باللي داكشي اللي قال ما عنده حتى اهميه وما حرك فيك والو. هادشي اللي كيخلي الخصم ديالك يتأزم حيت ما وصلش للهدف ديالو اللي هو يعصبك. واخا تكون انت تعصبتي فمنين كتسكت كتبين ليه باللي انت اليز ومرتاح بزاف. فانا منين سكتنا ثبتنا الخصم ديالنا وخليناه ما يحملش راسو. فانا غادي ندوزو للخطوات الاخرى اللي غادي تكون بمثابه الضربه القاضيه. كاينين بزاف ديال الخطوات والاساليب باش تقضي على الخصم ديالك، لكن غادي نعطيكم التخت ديال التخت اللي غادي تخلي بهم الخصم ديالك ما يفكرش يقرب ليك مرة أخرى. أول أسلوب أو طريقة هو أسلوب الايكيدو. غادي تقول لي باللي الايكيدو نوع من انواع الرياضه، وشنو دخل المدابزه هنايا؟ والتغاريح صاحبي وتكالما واسمع لي مزيان ارتاح. غادي نستعملوا فقط البرانسيب او المبدا ديال رياضة الايكيدو، واللي هو مص الضربات والرد في نفس الوقت. يعني كتمص الضربات ديال الخصم ديالك وكدير الكونتر اتاك. كيفاش البلان؟ ركزوا معايا مزيان حيت غادي نعاود لكم بعض القصص اللي غادي تفهمكم هذا الاسلوب مزيان. نبداو بالقصه الاولى، هي القصه ديال المتنبي. واحد الراجل كان باغي يدير الاحراج للمتنبي وقال لي: رايتك من بعيد فظننتك امراه. نارا برادر، كون كنتي انت اللي تحطي في هذا البلان كون سبيتيه، وهذا ماشي حل، غير كيخليك تبان باللي تأزمتي وتقصحتي. هادشي اللي كيخليه يرتاح وهنا كتخليه يحس بالرباح. من المتنبي دار ليه رد الايكيدو، قال لي المتنبي: وانا رايتك من بعيد فظننتك رجلا. نارا برادر على رد كيفاش داير. الرجل قال لي: رايتك من بعيد فظننتك امراه، وجاوب المتنبي في البلاصه: رايتك من بعيد وظننتك رجلا. ناري على رد. فن والله تفن والله فن. نمشيو للقصه الثانيه اللي وقعت نيلسون مانديلا. مانديلا كان كيقريه واحد الاستاذ اللي ما كانش كيحمل الناس السمرين، ومانديلا كان من الناس السمرين اولا نقول السود. فانا واحد النهار كان مانديلا خارج وبان ليه الاستاذ ديالو في واحد المطعم كيتغدى،
ويمشي مانديلا ويجلس حداه. انا الاستاذ ديالو ما عجبوش الحال حيت كانت فيه العنصريه، حيت كان واحد الشخص اللي عنصري ما عجبوش الحال انه مانديلا يجلس حداه، وهو يقول له الاستاذ العصافير والخنازير لا تجلس في مكان واحد. انا مانديلا سكت واحد شويه وهو ينوض ويقول لي صافي اسمح لي يا عفا، سأحلق بعيدا من هنا. ناري يا برادر، it's unbelievable، رد amazing، خرافي بالرجولة. قصة أخرى هذه بين جوج شعراء، الأول قال الثاني أنت كتغني من أجل المال وأنا كنغني من أجل الشرف، ورد عليه الآخر كل واحد فينا كيغني على داكشي اللي ما عندوش. أوف ناري ما ضربوش بالقاضية وراه صيفطوا للروضة نيشان. دابا سالينا من أول طريقة الأيكيدو، دابا ندوزو للثانية وهي تأكيد الإهانة، يعني كتسول الخصم ديالك واش ديك الإهانة موجهة ليك. هذه طريقة سلمية لكن عندها تأثير كبير بزاف على الخصم ديالك، كتخليه يحس باللي ما قال والو وما أثرش فيك، وكتخليه يبان ضعيف بزاف قدام الناس، وإلا كاع بغى يزيد فيه ويزيد يهينك فراه ما غاديش يقدر حيت خربقتي ليه دماغه. كيفاش نطبقوا هذه الطريقه؟ مثلا جا شي واحد وبغى يطنز عليك، الجواب ديالك هنا غادي يكون بسؤال مثلا بحال كيفاش او لا واش من نيتك كدوي معايا. هادو غير امثله ويقدر تستعمل الاسلوب الخاص بك في الهضره. فبهذه الطريقه كتخلي الخصم ديالك تهز الثقه ديالو في راسو وكيولي شاك في داكشي اللي قال. من بعد كيكونوا عنده جوج حلول، الاول اما غادي يسكت او لا يهدي الامور، والثاني غادي يبغي يزيد يهينك مي غيولي غير كيخربق وكلامه كامل ما غادي يكون عنده الثمنه، حيت غادي يولي خدام بالدماغ العاطفي فقط ايموشنال برين. انا غادي يولي سهل عليك ترجع ليه الصرفه برادر، غادي تولي محكم فيه كما بغيتي، وغادي تولي انت في موضع القوه ماشي هو. هادشي اللي غادي يبينك شخص كاريزماتي وعنده هيبه. الاسلوب ثالث لغه الجسد، خاصك تركز مزيان برادر على لغة الجسد ديالك. نقولو كنتي واعر فن الرد وعندك أفكار زوينة كترد بيهم، مي لغة الجسد ديالك عبارة على زفت، فراه ما غادي تستافد والو. خاصك تتحكم في لغة الجسد ديالك حيت هي اللي كتصيفط إشارات مباشرة للعقل الباطني ديال الخصم ديالك باللي راك انت واثق في راسك وعندك كاريزما. منها إلا كنتي كدوي عينيك خاصهم ديما يكونوا كيشوفوا في العينين ديال الخصم ديالك. الصوت ديالك خاصو يكون عميق وهادئ وواضح، ما تدويش لا بشوية أو لا بالجاد. الصدر ديالك خاصو يكون مهزوز وكتافك خاصهم يكونوا راجع اللور. سيطر على الحركة ديالك، بمعنى آخر شد الأرض ما تحركش بزاف أو لا تبدا تنقز، بقى هادئ ومكالمي. هادو كاملين طرق باش تخلي لغة الجسد ديالك احترافية ومهيبة. هادشي كامل اللي غادي يخليك تقن فن الرد. الاسلوب الرابع التجاهل هو من افضل اساليب الرد الدبلوماسية. يعني الا كنتي عارف باللي شي واحد باغي يستفزك او الله يضحك عليك وكتجاهله وما كتسوقش ليه، فانا راك كتخليه يتأزم ديال بصح كيحس باللي هو ماشي من المستوى ديالك، كتطيح من القيمة ديالو بهذا الاسلوب برادر. هذا من افضل الاساليب اللي كيديروها كاع الناجحين في شتى المجالات، وهذا الاسلوب خدام فقط للناس اللي تايقين في راسهم. الاسلوب الخامس خاصك تعرف السبب. هذا الاسلوب هو اللي كان عليا نبدا به ما خليته حتى الاخر. فمن الضروري تعرف السبب اللي خلى واحد الشخص انه يهينك. فكيف ما كيتقال اذا عرف السبب بطل العجب. نقولوا كاينين ثلاثه الاسباب. اول سبب يقدر يكون الغيره ولا الحسد. يقدر داك الشخص كيغير منك حيت انت مديها في راسك ومقاتل على المستقبل ديالك، هادشي اللي ما كيخليكش تمزك ليه كاع. فهو الهدف ديالو من الاهانه انه ينقص منك او لا يهبطك للمستوى ديالو او لا غير يعنكشك. فبحال هادو انا كاع ما كنتمزك ليهم حيت عارفهم باللي مقروصين، وافضل اسلوب يمكن لك تخدموا معاهم هو التجاهل. السبب الثاني الاعجاب او لا الحب. غادي تقول يا ويلي كيفاش واحد الشخص كيبغيني ومعجب بيا يجي يهيني. يمكن يكون واحد الشخص اللي كتعجبه او لا كيبغيك وهو باغي يلفت الانتباه ديالك، فما كيلقى الا الطريقه ديال الاهانه، مي كتلقاها اهانه اللي خفيفه ومجموعه مع الضحك. ففي بحال هاد الحالات فطلقها تسرح وما تمزقش وضحك مع داك الشخص. السبب الثالث الحقد. يقدر يكون شخص اللي ما حاملكش وباغي ينقص منك، فبحال هذا خاصك توقفه عند حده باستعمال فن الرد والاساليب اللي دوينا عليهم قبل في الفيديو. فانا ساليت كاع الاساليب الضروريه والنقط المهمه
اللي غادي تخليك تقن فن الرد. مي غادي نزيد لكم بعض النصائح هما باش غادي تفيني فن الرد ديالك. النصيحة الأولى، تهلا في راسك من لباس زوين وانيق، ماشي بالضروره انه يكون غالي، مهم انيق. دير رياضه وخلي الشكل ديال الجسم ديالك يكون زوين. كون زوين في التعامل، كون شخص مثقف كيبغيو الناس يدويو معاه. النصيحه الثانيه، عمر راسك، خاص راسك يكون عامره برادر، باش بنادم تضربو غير بالهضره الموزونه وتعطيه على ودنيه لا طغى. ثالث نصيحه، تعلم لشي رياضه، ومن الاحسن تكون رياضه من الرياضات ديال الدفاع عن النفس، الكاراتي، الكيك بوكسينغ، تايكواندو، الايكيدو. عطا الله بزاف ديال الرياضات اللي كاينين ويمكن ليك تبدا تعلمهم غير من الدار. الا درتي بهاد النصائح غادي يزيدوا من الثقه ديالك في راسك، سيلف كونفيدنس، وغادي يخليوك تتقن فن الرد. برادر، قول لنا في التعليق اشنا هو الفن اللي تبغي ندوي عليه في الفيديوهات الجايين، وقول لنا امتى غادي تبدا تطبق فن الرد. اوكي، انا وصلنا للاخر الفيديو، فإلا شفتي راسك استفدتي منه شي حاجه يعني خاصك تشترك بالقناه، حيت غادي تستافد بزاف د الامور من هنا لقدام. وما تنساش تخلي لايك باش ينتشر الفيديو اكثر، وباش نعرف باللي عجبك الفيديو يا برادر، وباش نولي نحط فيديوهات اكثر. كان معاكم اريغاتو في حلة جديدة. السلام عليكم.